مرسوم وقعه الوزير رئيس الحكومة المغربي يصدر في الجريدة الرسمية المغربية حول بناء قاعدة عسكرية في منطقة يعني حدودية. نشوفوا الآن الخارطة في لأوينات تبعد عن الحدود الجزائرية ب 30 أو 40 كيلومتر، يعني 38 كيلومتر بالضبط على الحدود مع الجزائر. المساحة اللي دارتها المغرب هي 23 قطاع مخصصة للقاعدة العسكرية الآن، وكأنه رسالة يعني تهديد عسكرية للجزائر. هذا يجي هذا في ظل توتر بين البلدين، ويعني المعروف أنه لما بلدين يعني حتى الأزمات تندار بسرية أو بهدوء. بصراحة الآن من هذه الرسالة من المغرب راه يوجه في رسائل علنية يعني على المكشوف مباشرة، ديكلاراسيون دو غير، يعني حتى السفير القنصل تاع المغربي في وهران قال نحن في بلد عدو، ثم أسبوع فقط تشوف قرار ملكي مغربي ببناء قاعدة عسكرية على الحدود، يعني كأنه رسائل وكأنه المغرب ينتقل إلى التهديد والتلويح باستعمال القوة العسكرية ضد بلادنا. الخطوة هذه نصنفها في خانة الدفع أكثر نحو توتير العلاقات بين الجزائر والمغرب، وهي بيان خطوة مرفوضة ولا نقاش حولها. وش المؤسف المفروض العلاقات الجزائرية تروح نحو الأحسن، نحو البناء، ولكن هذه السلوكات هذه يعني مستهجنة. نبقاو درك يعني عليها العرب دائما نكونوا أبطال لما نكونوا ضد بعضنا. يعني وش يعني المغرب يفكر يدخل في حرب الجزائر؟ لماذا بدات هذه؟ نذكروا انه في الدستور نتاعنا كما تجيو في التصريح نتاع القنصليات يعني غير مسؤول. نعم يعني عجيب يعني عجيب. ولكن ننتظروا. انا عندي نقطتين نحب نركز عليهم. اولا في التصريحات نتاع رئيس تبون منذ اداء القسم هو يتحدث عن الصحراء الغربيه، قضيتين يتحدث عنهم، فلسطين والصحراء الغربيه. دائما يقول الجزائر ستبقى مع القضيه. المبرر تاع القاعده هذه هل هي محاربة الإرهاب ولا يعني لماذا لما دير قاعدة عندها كما نقولوا احنا عندها مبرر تاعها كما نقولوا جوستيفيكاسيون؟ لماذا؟ وعلى سيما في الحدود الجزائرية 50 يعني كيلومتر. لماذا؟ هذه هي الشيء اللي ما فهمتوش. المفروض العكس. نعم المفروض العكس، الحدود البلديه تروح نحو مشاريع واحده اخرى تنمويه مشتركه، لان السكان الحدود منهم اللي هي خاوه وبني عم متناسبين وهذيك. ولكن واضح انه يعني لما تدير قاعده عسكريه على 50 ما عندكش انت ما عندكش خطر من الحدود. الجيش اسمع ما ننظروش على الشق يعني ولا الشعب المغربي، بالعكس الشق المغربي يحب الشعب الجزائري. هو المخزن يكين كراهيه كبيره للجزائر. هذه هي نسمع. شوف ما نساوش انه وضع قاعده على بعد 40 كيلومتر او 38 كيلومتر رساله واضحه. كما قالها عبد الوهاب ما عندهاش مبرر. اش نقول لك؟ ما عندهاش مبرر، ولكن خلقوا لها مبرر اللي هو ما هو وللاسف بعض هنا يلعبوا هذه اللعبه بوعي او دون وعي لا اعرف. يقول لك انه في الدستور الجاي مسودة الدستور الجيش الجزائري راح يخرج الى الخارج، وخلقوا من هذه القضيه كانه محاوله للتوسع وراح نهاجموا المغرب، وهذا غير هو الهدف من وضع هذه القاعده. ما هو الضغط والتهديد والاستفزاز وممكن جدا الابتزاز السياسي، لانه هذا هو الواضح، وجرك الى منطق نتاع الاهتمام بالخلافات وليس الاهتمام بالتنميه. لا بس تكون قاعده نعرفوا يعني التكنولوجيات اليوم مثلا قادر غدوه بلي درون قادر غدوه يشوف يعرف واش كاين في بلادك. الرد جاء من قائد الجيش بالنيابه السيد شنقريحه، لواء السيد شنقريحه، وكان قال انه هناك مخططات اجنبيه للتاثير على الجزائر، واننا هنا لافشال اي مسعى اجنبي للتاثير في الجزائر. وهذه رساله اظن واضحه موجهه الى مثل هذه سواء في ليبيا او في ما يجري في ليبيا او ما يجري الان في المغرب.